اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الورد، يا مساء الأنوار، يا مساء الفراولة. النهاردة هنعمل شوية مربى فراولة إنما تستاهل بقكم. ولا بقى تشتري العلبة ب40 ولا ب30 ولا ب50. أي حاجة ينفع نعملها في البيت هنعملها، أي حاجة تنفع نخزنها عندنا في البيت هنخزنها. أنا بقى جبت شوية فراولة كده حلوين، قلت بقى لما اعملهم شوية مربى كده وخليهم في التلاجة نفطر منهم، نتعشى منهم. اي حاجة في البيت والحاجة في البيت خيرها بيزيد وبتنفع. انا بقى ايه دول كام كيلو فراولة؟ دول 3 كيلو فراولة. 3 كيلو فراولة. حطيت عليهم كيلو سكر. هو المفروض 2 كيلو فراولة عليهم كيلو سكر، يعني المفروض انا كنت حطيت كيلو ونص سكر، بس احنا بنحبها السكر بتاعها مش كتير، يعني كيلو سكر كان كافي ووافي قوي قوي ل3 كيلو فراولة دول. طيب وبعدين هتحطي عليهم كيلو السكر، وبعدين هتقلبيهم تقليبة حلوة كده وتسيبيهم ساعتين ولا حاجة مع بعض، وهتلاقي الفراولة ابتدت تنزل ميتها. تيجي مهدية عليها النار على البوتاجاز، وتقعدي بقى كده رايقة، تعملي لك بقى كوباية نسكافيه كده حلوة كده تظبطي بيها دماغك، وانتي بتقلبي بقى الفراولة على الهادي، تقلبيها بالراحة علشان ما تتلسعش من تحت. هتلاقي عملت رغوة على الوش، اوعي تشيلي الرغوة بتاعتها، سيبيها هي في الاخر خالص. هتلاقي الرغوة بتاعتها قلت خالص، هتلاقيها حاجة بسيطة قوي قوي قوي، ممكن تملالك معلقة واحدة كده. انتي عايزة تشيليها تشيليها، مش عايزة انتي هتلاقيها في الاخر الرغوة راحت على الجناب، ولا تشيلي ولا تحطي. طيب وبعدين اللي مش عايزها قطع يا جماعة يديها ضربة صغيرة كده بالهاند بلندر. اللي عايزاها قطع لا تسيبها زي ما هي. انا بقى حبيت اديها حاجة بسيطة كده بالهاند بلندر علشان خاطر ايه عندي في البيت مش بيحبوها قطع. طيب انا عملت كمية كبيرة ومش عايزة اخلي الكمية دي كلها عندي في التلاجة، اعمل ايه؟ هتجيبي علبة صغيرة او برطمان صغير كبير براحتك، هتلبسيه كيس تلاجة وتحطيه فيه كمية المربى اللي انت عايزاها. وبعدين هعمل فيها ايه؟ هحطها في الفريزر، وقت ما احب اطلعها تفك، والف هنا وشفا. والبرطمانين التانيين دول احطهم في التلاجة عادي جدا. اول ما تدفى كده بس خالص اجي ايه عصر عليها الاول عصرة ليمون. يا جماعة نسيت اقول لكم، نسيتوني الكلام اخدنا. احنا بعد ما المربى خلاص استوت على النار، هتشيليها وتهدى شوية، وتيجي حاطة عليها عصرة ليمونة معلقة واحدة بس، وتقلبيها تقليبة حلوة. وبعدين هتجيبي البرطمانات بتاعتك اللي عايزة تخزنها في الفريزر، هتحطها هتلبس البرطمان كيس تلاجة، وتحطي الكمية اللي هي عايزاها في البرطمان وتسيبها في الفريزر، هتقعد عندك من السنة للسنة. والباقي حطيته في برطمانين ازاز اهو زي ما انتوا شايفين كده. برطمانين ازاز هملاهم للاخر عشان اول ما اقفل الغطا بتاعهم هتلاقي الغطا طبع كأنك شاريها من بره بالظبط. طريقة سهلة وبسيطة للمربى، يا رب تكون عجبتك واملي بيتك خير، والسلام عليكم.